سؤاله الثالث يقول: هل صحيح أن في الجنة نهر اسمه رجب وأنه لا يشرب منه أحد إلا من صام يوما من شهر رجب؟ يا أخي محمد متعب الفلاج من حائل، تقول هل في الجنة نهر يسمى رجب وأنه لا يشرب إلا من صام شهر رجب؟ نقول لك لم يصح في هذا شيء، بل قال العلماء يكره إفراد رجب بالصوم. وقد ألف الحافظ ابن حجر رسالة في هذا الموضوع، وهي بيان العجب لما ورد في فضل رجب، وذكر أن ما ورد في فضل رجب كلها أحاديث ضعيفة لا أصل لها. رجب بالصوم فهذا لم يدل عليه دليل صحيح، وإن كان هناك أخبار لا أصل لها، كما يقال إن الإسراء وليلة المعراج كانتا في ليلة 27 من رجب، وهذا لا أصل له. وكذلك أول جمعة من شهر رجب يقال إنها فيها صلاة مخصوصة، صلاة أم داود أو الرغائب أو ما أشبه ذلك، كل هذا لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره المحققون من أهل العلم، والله أعلم.